لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يضبطه عد ولا يحصوه حد، على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة وهباتك الجميلة وعوائدك الجزيلة. لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. سبحان الله العظيم. سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الملكوت. سبحان الحي القيوم الذي لا يموت. سبحان الله وبحمده عدد أوراق الشجر. سبحان الله وبحمده عدد قطرات المطر. سبحان الله وبحمده عدد الجراد إذا انتشر. سبحان الله وبحمده عدد ما كان وما سيكون. سبحان الله وبحمده عدد الحركات والسكون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد أن بلغتنا هذه العشر المباركات. اللهم لك الحمد على ذلك كثيرا. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنه قد أطمعنا فيك عطاؤك الجزيل وسترك الجميل وصبرك علينا. اللهم فاجعل في قلوبنا وأبصارنا وأرواحنا وأجسادنا نورا من نورك، تحقق لنا به الفلاح والنجاح، وتوصل به إلى المحتاجين من عبادك المؤمنين ما يلم شعثهم وينير ضمائرهم ويسعد حياتهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل من عافيتك ورحمتك ما يدفع الضر والبلاء عنا وعن سائر عبادك المؤمنين. آمين. اللهم شافنا وعافنا وادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء وعضال الداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وحياة الأتقياء ومرافقة الأنبياء في جناتك العليا، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعتذر إليك من التقصير في طاعتك ومن طمع في رحمتك لا يصحبه عمل في الخضوع لأمرك، ونعوذ بك من الاغترار بك، ونسألك أن ترزقنا الاعتزاز بك، ونعوذ بك من الذل إلا لك، ومن
من الخوف إلا بك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك. اللهم أنت مولى المهتدين وغاية الطالبين وغياث المستغيثين. كم دعوناك وأجبتنا، واستعنا بك فأعنتنا، واستجرنا بك فأجرتنا. فنعمك لا تعد، وآلاؤك لا تحد، وسائلك لا يصد، وبابك مشرع لا يوصد. وها نحن يا سيدنا ويا خالقنا نتقدم إليك بوصف الافتقار، نسألك عفوك ولطفك وجودك وبرك المعتاد، ونسألك إجابة دعائنا وتحقيق رجائنا، ولا نخيب وأنت رجاؤنا يا الله يا واسع العطاء. نسألك فوق ما نرجو ونؤمل وأن تجعلنا أسعد الناس بك، وأن تغفر لنا جناياتنا، وأن تتقبل حسناتنا، وأن تبارك في أوقاتنا ومواهبنا، وأن تسدد أقوالنا وأفعالنا، وأن تفتح على عقولنا فتح العلم والمعرفة. وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حسن التدبر والتفكر وسرور النفس وقرة العين. اللهم افتح على أمتنا فتوح العارفين، وازرع في نفوسنا الأمل، وألهمنا إتقان العمل، وارزقنا حسن المسابقة إلى الخيرات والمنافسة على الطاعات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، ومن المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،
فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا رزقته آمين ولا حائرا عن سبيلك إلا دللته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اجعل القبور من بعد هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا برحمتك فيها ضيق ملاحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى القبور. اللهم وآمنا يوم البعث والنشور. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة والعافية من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف